عايز اروح لحتة زيارة فخامة الرئيس من ضمن فعاليات فيث اند اوردر او قداستك. كلمنا اكتر عن الزيارة واحساس قداستك ايه وانت واخد رؤساء كنايس او رؤساء طوائف تانية ورايح تقعد بيهم مع فخامة الرئيس، وهم احساسهم ايه برضو انه يقعدوا مع رئيس؟ ما اعتقدش ان ده كان بيحصل يعني لما استضيفت قبل كده. هقول لحضرتك على حاجة جميلة قوي. احنا رحنا بعد ما خدنا الميعاد ورتبنا كل الامور يعني فندخل صالة الانتظار. احنا رحنا بدري شوي كويس. فدخل كانوا قاعدين قيادات مجلس الكنائس العالمي واثنين أسقفة أقباط وأنا. فدخل وزير الخارجية مصري دكتور بدر عبد العاطي، هو صديق حميم جدا يعني. فأول ما دخلنا خدنا بعض بالحضن وقعدنا نتكلم وبتاع. قعد شوية وخرج. فسألوني مين ده؟ فقلت لهم ده وزير الخارجية المصري. قالوا لي ده مسيحي ولا مسلم؟ قلت له مسلم. قالوا هو صاحبك كده قوي؟ قلت له صاحبي خالص. كويس. بعد شوية دخل المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير محمد الشناوي. برضو أعرفه لأنه كان سفيرنا في المجر. فخدنا بعض بالحضن. فبعد ما خرج قالوا لنا نفس الكلام. مين ده؟ فقلنا نفس المتحدث. طب هو مسيحي ولا مسلم؟ صاحبك وصاحبي. وبعد كده دخل واحد من المسؤولين في المقر الرئاسي برضو أعرفه كويس. فخدنا بعض بالحضن نفس السؤال. فكانوا قاعدين منبهرين بطبيعة العلاقات. ده قبل ما نخش للسيد الرئيس أصلا. ده في غرفة الانتظار صح. بعد كده دخلنا للسيد الرئيس. الراجل قابلنا بكل ترحاب وقعد يتكلم كلام جميل جدا عن الكنيسة القبطية وعني أنا شخصيا بصورة مفرحة يعني. وإنه فرحان إن الكنيسة استضافت المؤتمر ده وإن مصر اسم مصر اتردد. وطبعا هم أعضاء المؤتمر زاروا زيارات سياحية وابتدوا هم يتكلموا قدام السيد الرئيس اللي هم قيادات مجلس الكنائس العالمي. فأول حاجة شكروه على الشباب، إن الشباب المصري هو اللي خدم المؤتمر وهو سبب نجاح المؤتمر. فالحقيقة السيد الرئيس كان في منتهى السعادة إن أولادنا في مصر بيعملوا كده شغل حلو. وابتدوا بقى يتكلموا على يعني جمال مصر وعظمة مصر وابتدى ياخد ويدي وياهم. كانت الزيارة محدد لها نص ساعة. وصلنا 70 دقيقة. 70 دقيقة من 30 ل70. كان الرئيس مبسوط جدا وهم فرحانين جدا وعبروا بكل التعابير بتاعتهم خالص. ويعني كان لهم كلمات لطيفة من اللي بيقولوها. وكانت الأمور كلها حلوة خالص 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 يعني. وكانت جلسة ممتعة.